أكتوبر شهر الخيمة وبامتياز. الخيمة التي تعهد فيها نخبة من الأبطال في كنف الخيمة ذات يوم من أكتوبر، وبالتحديد 12 من أكتوبر العظيم، مؤكدين على وحدة هذا الشعب الأبي الذي لا يرضى الذل والهوان ولا الخنوع ولا الركوع لغير إرادته الحرة في الحياة. الخيمة التي وضعت بصمتها في شهر أكتوبر هي الأخرى، تأبى الخنوع ولا ترضى إلا لمن هو أهل لها من أبناء هذا الشعب الوفي لعهد شهدائه الأبرار. وذات يوم من 10 أكتوبر ذكرى بناء أول خيمة في قديمزيك، الملحمة التي صنعها أبطالها من أبناء شعبنا الأبي، حيث عقدوا العزم والخيمة تأويهم في كنفها على مقارعة العدو المغربي وبطريقة سلمية. أكتوبر والخيمة اسمان يقودان مضاجع حكام الرباط لما يحمله هذا الشهر المبارك من معاني للشعب الصحراوي المكافح، هما عيدي الوحدة الوطنية والخيمة. تنسيقية ملحمة قديمزيك للحراك السلمي، وكما عودتنا دائما على مقارعة الاحتلال وإرباك حساباته الساذجة، وهي تصنع الحدث رغم المضايقات والحصار والقمع وبث إشاعات ضد المناضلين في إعلامهم المزيف. تمكنت التنسيقية من تخليد الذكرى وسط حضور جماهيري مميز والتأكيد على الوحدة الوطنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين والتذكير بمقام الشهداء الأبرار. وأكدت المداخلات على التضامن المطلق واللامشروط مع عائلة الشهيد المعتقل حسن الوالي رحمه الله، منوهين بدور المعتقلين السياسيين بتنوير درب انتفاضة الاستقلال. الذكرى التي افتتحت بدقيقة صمت على الروح الطاهرة للشهيد الاعتقال السياسي حسن الوالي، وبعدها قراءة سورة الفاتحة والنشيد الوطني نشيد النار والحديد، ليختتم الحفل بشرح رواق وطني راق زين بالأعلام الوطنية والخيمة، وبعدها تلاوة البيان الختامي. رغم الحصار البوليسي والعسكري الذي يطوق المناطق المحتلة عامة والعيون العاصمة خاصة، أبت تنسيقية ملحمة قديمزيك للحراك السلمي أن تخلد ذكرتين مزدوجتين، وهما ذكرى نصب أول خيمة في قديمزيك وذكرى عيد الوحدة الوطنية. كانت معكم الصالحة بوتنجيزة، مراسلة تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، العيون المحتلة.